أهلا بيكم بقناة أصوات من العراق. هنا تسمعون أغرب قصص الجرائم والهروب والنصب، قصص حقيقية ومرات غامضة، نخليكم تعيشون كل لحظة وهي تفاصيلها. شدوا أعصابكم وخليكم ويانا، لأن اللي جاي تسمعوه مو مجرد قصة، هذا واقع صار. القصة صارت بالتسعينات وبداية الألفينات، وهي واحدة من أغرب وأخطر قصص النصب بالعراق. بطلها رجل اسم الحقيقي كاظم، بس ما حد يذكره بهالاسم. الناس كلها صارت تناديه بلقب الحوت. ليش الحوت؟ لأن كان يبتلع أي واحد يوقف بطريقه، تاجر، موظف، وحتى مسؤول. كاظم ما كان نصاب عادي، ما كان يركض ورا فلسيا، لا، كان عيونه على الناس الكبار، على الفلوس الثقيلة. كان يعرف شلون يدخل للعقول قبل الجيوب. بداياته كانت بسيطة، ولد فقير من أحياء بغداد القديمة. من صغره معروف بالمكر، يبيع بضاعة ألفة ويقول عليها جديدة، يزور ورقة حتى يربح بيها. المعلمين مالته بالمدرسة يقولون هذا الولد ذكي، بس ذكاءه بمكان غلط، وبالفعل ذكاءه خلاه يصير وحش. أول عملية نصب كبيرة سواها بالكرادة. دخل على تاجر سيارات معروف، لابس بدلة فاخرة، شعره مرتب، وعطرة فرنسي، مبين رجال أعمال حقيقي. إيده ملف مليان أوراق مختومة. جلس قدام التاجر بكل ثقة، قال له عدنا صفقة سيارات يابانية راح توصل الميناء قصر، بس نحتاج شريك حتى ندفع عربون للشركة. إذا تشارك ربحك مضمون أضعاف. التاجر قلب بالأوراق، عقود، فواتير، تواقيع، كل شي بين رسمي. صدقه ودفع 300,000 دولار عربون. ثاني يوم كاظم اختفى، لا سيارات، لا بضاعة، لا شي. التاجر خسر كل شي. بس الغريب انه التاجر ما قدر يفتح فمه بالعلن، لأن كاظم مهدده بأوراق مصورة ومستعد يفضحه، وهيك ظل ساكت وخسر فلوسه. وبعدها كاظم صار يتنقل بين المحافظات، مرة يلبس دشداشة ويظهر كشيخ عشيرة، يقول عنده أراضي للبيع ويجمع عربونات من الناس. مرة يلبس عسكرية، يقدم نفسه ضابط برتبة ركن ويعرض أسلحة مصادرة للبيع. ومرة يصير رجل أعمال، يدخل للمطاعم الفخمة والكافيهات، يتعامل ويا التجار الكبار ويكسب ثقتهم بسرعة. أكو حادثة خطيرة بقت مشهورة، نصب على تجار ذهب. كاظم أقنعهم أنه عنده صفقة سبائك ذهبية جاية من دبي، وأراهم أوراق تحمل ختم البنك المركزي. الأوراق مزورة، بس مزورة باحتراف. التجار دفعوا مئات آلاف الدولارات مقدم، وطبعا الصفقة كانت وهمية. الفلوس راحت وكاظم اختفى كالعادة. الأدهى أنه حتى مسؤولين كبار وقعوا بنصبه. مرة دخل وزارة كاملة بأوراق رسمية مزورة، خلى الموظفين ينفذون أوامره وهو يمثل أنه عنده صلاحيات من جهة عليا. الموظفين صدقوا وسووا معاملات باسمه، وهو طلع منها ملايين. الشرطة طاردته سنين، كانوا يقولون وين ما نروح نلقاه، بس دايما يسبقنا بخطوة. ليش؟ لأن كاظم ما كان يشتغل وحده، عنده شبكة من علاقات، موظفين مرتشين، ناس تساعده بالمعلومات. يعني مو بس نصاب، لا، كان عنده عقلية مافيا. أخيراً بعد سنوات مطاردة انمسك. الإعلام كله غطى الخبر، أكبر نصاب بالعراق تم إلقاء القبض عليه. الناس فرحت وقالت خلص انتهت اللعبة. بس هنا المفاجأة، بالمحكمة كاظم استعمل كل أساليبه، جاب محامين من الطراز الثقيل، رشى موظفين، غير أوراق القضايا، وشهود كانوا ضده، بعضهم اختفوا وبعضهم بدلوا أقوالهم. فجأة الأدلة ضعفت والقضية اتكسرت. بالنهاية صدر الحكم 2 سجن فقط، والناس كلها انصدمت. 2؟ هذا اللي سرق ملايين وأدى المئات يطلع ب2؟ والأغرب إنه طلع قبل الموعد بحجة حسن سلوك. من طلع صار مثل الأسطورة. بعض الناس تقول شافوه خارج العراق يشتغل بغسيل الأموال، بعض الناس تقول بعده عايش ببغداد متخفي باسم جديد. واليوم
اسمه ما زال يخوف التجار. كثير ناس بعدهم يقولون أكو حرامي يطب لجيبك، بس الحوت يطب لعقلك، يخليك أنت تسلمه فلوسك بإيدك وأنت مبتسم. ولهذا السبب قصة الحوت تبقى لليوم أكبر مثال على إنه النصب مو دائما بالقوة، مرات يصير بالعقل والكلام الحلو، ويخليك أنت الضحية وأنت تضحك. وهيج نوصل لنهاية قصتنا اليوم. إذا عجبتكم لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم بالقصة وشو تحبون نسوي بالحلقة الجاية. خليكم ويانا دوما بقناة أصوات من العراق، المكان اللي يكشف لكم أسرار ما تنحكي بسهولة. دمتم في رعاية الله وحفظه.